ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعت لكم تاني بعد طول غياب، والغياب المرة دي غير مقصود. لان احنا مشغولين حاليا في افتتاح الكيدزارية الخاصة بينا، هابي ستيشن، وبدأ العد التنازلي للافتتاح. ان شاء الله يا رب تكون حاجة مرضية ليكم، ونكون دايما مع بعض بإذن الله. هندخل بقى على الاستفسار المهم اللي جالي. ان مامي كانت بتشتكي ان ابنها عنده 3 سنين ونص، وان ابنها مقلول في كتابة الهوم وورك. اعمل ايه؟ اوقف لحد ما الطفل يكبر شوية؟ انا بنصح اي ام ان احنا لازم نعلم اطفالنا في سن مبكر. انا مع التعليم المبكر، بمعنى انا الطفل عندي اول ما يتم عندي سنتين يفضل ان انا اودي حضانه. دي اول خطوه، فانا ما ينفعش هنا ان احنا نوقف شغل مع الطفل، وخصوصا ان عمر الطفل معايا 3 سنين ونص. يعني اذا عضلاته دي اتكونت وبقى قادر ان هو يمسك القلم بطريقه كويسه. ولكن ازاي اقدر اعالج الملل ده؟ هو احنا الحقيقه هنعالج الملل ده بتكنيك 10 5. يعني هنكتب 10 دقايق ونلعب 5 دقايق، إلى أن الطفل يتعود إن هو لأ، بدأنا يعرف إن في التزام عنده وفي كتابة هوم وورك. فإلى حد ما ال10 دقايق ده كل مدى يزيدوا شوية شوية. دي أول خطوة عندي. تاني خطوة عندي وهي بخصوص الهوم وورك. لازم عندي الهوم وورك عندي يكون ممتع وشيق، مش نمطي. في رسومات، في ألعاب، في أشكال. آه، فده عندي بيقلل نسبة الملل عند الطفل. تالت خطوة عندي وهي الحقيقة خاصة بالأم. إلى كل مام عندها طفل عمره 3 سنين وملول، بلاش نعلي سقف الطموحات مع الطفل. بجد يعني انتي عليتي سقف الطموحات انتي اللي هتتعبي. فبلاش. يعني هو 3 سنين ونص، انا مش شرط عندي ان هو يكتب الحرف ويعرف صوته كل ده في يوم واحد، لا طبعا. ممكن يقعد في اللتر لوحده اسبوع، مش مشكلة. اهم حاجة الطفل عندي لازم يتعود على المسؤولية. انا عندي هوم وورك فلازم اتم الهوم وورك بتاعي، ومرة في مرة. يا رب تكونوا استفدتوا، وان شاء الله ان شاء الله نكون دايما مع بعض الفترة الجاية بإذن الله.